السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايالكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه كده على الغدا مع بعض. أول حاجة بقى كده عاوزين ندعي لإخواتنا في فلسطين وغزة، ربنا يرحم شهدائهم يا رب العالمين، ويصبرهم ويقويهم ويحمي أطفالهم يا رب العالمين. اللهم استجب لنا دعاءنا يا رب. طبعا لا نملك غير الدعاء، ادعوا بقى على قد ما تقدروا. ويلا بقى كده يا حلوين نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف بقى الغدا الحلو بتاعنا ده هنعمله مع بعض ازاي. ويلا بقى ندخل على أول خطوة معانا. هنيجي في حلة بقى على النار، هنسيبها تسخن كده كويس. هنبدأ نعمل بقى ايه، فراخ في شوربة. معايا بقى نص فرخة كده مغسولة كويس، نزلت بيها بقى في الحلة كده تاخد صدمة على كل جنب شوية، يعني على كل جنب 3 دقايق كده. هنقلب بقى الفراخ كده على الجنب التاني. بعد بقى ما الفراخ اخدت صدمة، هنبدأ ننزل بقى بالبصل والثوم والطماطم، ولو بتحبوا اي اضافات تانية طبعا ممكن تضيفوها. معانا بقى ورق لورا وحبهان ومستكة وفلفل اسود وقرفة، وطبعا ملح، وحطيت كده حاجة بسيطة كده من الكمون. هنبدأ بقى ندي تقليبة كده للفراخ ونشوحها كده شوية على النار. هنغطي عليها بقى كده، ومعايا هنا مية مغلية بقى علشان نضيفها على الفراخ. هنبدأ بقى نضيف عليها المية بالشكل ده كده، واي بقى رغاوي او اي ريم هيطلع هنشيله. هنيجي بقى في حلة كده ونعمل ايه بقى، بطاطس بالصلصة. معايا بقى بصلة صغننة كده مقطعاه في الحلة، وحاطة كده معلقتين زيت، وبنشوح بقى البصلة دي. مش هنخلي البصلة تاخد لون، هنشوحها بس لحد ما تدبل كده. ومعايا بقى البطاطس مقطعاها بقى لمكعبات بالشكل ده كده، هنضيفها على البصل، ونبدأ بقى نشوح كده شوية البصل مع البطاطس. هنضيف عليها بقى فص مفروم من التوم بالشكل ده كده، فص توم واحد بس. ونشوح بقى البطاطس مع البصل مع الثوم. بجد بجد الخطوة دي بتكون جميلة جدا وبتخلي طعم البطاطس جميل. البهارات بقى اللي معانا ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وبابريكا والسبع بهارات، ومعلقة بقى كبيرة كده من الصلصة. ونقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كده ونديلهم تشويحة كده حلو. هيطلع معانا في الاخر بقى طبق بطاطس بالصلصة كده على مزاجكم. هنغطي عليها بقى ونسيبها 3 دقايق كده تتشوح. ده شكلها بقى كده. هنضيف بقى عليها عصير الطماطم، ونديلها بقى تقليبة كده. هنظبط لها بقى الملح بتاعها. ملحها بقى كان طلع مظبوط. هنغطي بقى ونسيبها على نار وسط كده لحد ما تستوي. هنيجي بقى في حلة تانية على النار فيها زيت، وهنبدأ بقى نعمل رز بالشعرية. ضفت الشعرية بقى كده وهبدأ احمرها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الفاتح ده. بعد بقى ما الشعرية اخدت اللون الذهبي الفاتح بالشكل ده كده، معانا بقى رز مغسول كويس ومتصفي من المية. هنضيفه بقى على الشعرية، وهنفضل نشوح الرز كده تشويحة حلو عشان يطلع معانا في الاخر مفلفل وحلو. بعد بقى ما شوحنا الرز تشويحة حلوة كده، هنبدأ نضيف المية بالشكل ده كده، وهنظبط بقى الملح بتاع الرز. هنقلب بقى ونغطي عليه لحد ما يتشرب من المية كده، نوطي عليه بقى ونسيبه على نار هادية. يلا نشوف هنعمل ايه بقى بعد كده. معايا بقى كوسة غسلتها كويس وقورتها بقى بالشكل ده كده، وفلفل اخضر، ورز مغسول برضو كويس ومتصفي من المية، وصلصة وشبت وكزبرة.
البهارات بقى ملح وكمون وكزبرة والسبع بهارات وبهارات محشي وفلفل اسود ورشة كده من النعناع المجفف. هنبدأ بقى نجيب الرز ونضيف عليه الصلصة بقى بالشكل ده كده، والشبت والكزبرة، وهنضيف بقى الزيت بقى هيخلي الرز معانا مفلفل كده، ونضيف البهارات ونقلب بقى الخلطة بتاعتنا كويس. انا قلت بقى اعملهم لان كان خلاص هيتبلوا وخسارة بقى ان هما يبوظوا ويترموا، فقلت بقى اعملهم بالمرة جنب الاكل. هقلبها بقى كويس كده واحشي الكوسة، وطبعا بنسيب عقلة صابع كده فاضية من فوق عشان الرز يستوى كويس، ما يبقاش محصحص جوه في قلب الكوسة. ومع دي الصينية بقى كده حاطة فيها شوية من المقوار اللي طلعناه من الكوسة وطماطم، وهنرش عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود بالشكل ده كده. هحشي الكوسة بقى واوريها لكم في الاخر. هنا بقى كده بعد ما عملت الكمية كلها اللي موجودة معايا بالشكل ده كده، هنا بقى البطاطس خلاص كانت استوت ما شاء الله، شايفين شكلها جميل ازاي وطعمها ان شاء الله هيعجبكم. وهنا الرز بقى طالع مفلفل معانا ما شاء الله برضو، وكان خلاص جهز بقى بالشكل ده كده. ودي بقى الفراخ بتاعتنا خلاص كانت استوت. هناخد بقى شوربة كده للكوسة عشان بقى نحطها تستوي في الفرن كده بقى خلاص. هغطيها بقى كده بورق فويل، ورق سلوفان يعني، وهدخلها بقى الفرن كده لحد ما تستوى، وهوريلكوا شكلها بقى في الاخر. هنا بقى خلاص كانت الكوسة استوت بقى معانا، بقى نبدأ بقى نشيل الفويل من عليها، شايفين بقى بالشكل ده كده. ده شكلها بقى كده طالعة مستوية والرز جواها مستوي كويس جدا. معايا بقى كده صلصة وزيت، وحاطين بقى على الصلصة كمون وكزبرة وفلفل اسود، ومظبطين برضو الملح بتاعها. وهنبدأ بقى ندهن الكوسة بالشكل ده كده عشان بقى ندخلها الفرن تاخد لون جميل كده. ومن نفس برضو الصلصة دي دهنت الفراخ برضو ودخلتها الفرن وطلعت معانا شكلها جميل. ده شكل الفراخ بقى كده لما دهنتها من الصلصة ودخلتها الفرن. هقدم بقى الاكل ويلا نشوف شكل الاكل النهائي. ده بقى شكل غدانا بقى النهارده كده يا حلوين بالشكل ده كده. اتمنى بقى تقولوا رايكم ايه في الكومنتات، وما تنسوش بقى تضغطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده. دي بقى الفراخ كده بعد ما طلعت من الفرن. طبعا ممكن ندهن الفراخ كاتشب عادي لو تحبوا، بيطلع برضو لونها جميل. ودي بقى شكل الكوسة طعمها كان جميل جدا. وبكده بقى نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى تضغطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده، وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. وكمان لو انتوا جداد في قناتي واول مره بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب.